السلام عليكم. الانسان كائن اجتماعي بطبعه. من نهار حضرت ليه على هذا الكوكب وهو كيقلب على وسائل وادوات باش يتواصل مع الغير ويكون علاقات. هاد الوسائل والادوات كيتطوروا من زمن لاخر حتى وصلنا للعصر ديالنا، وبالضبط في عصر ظهور الانترنت. مع ظهور الانترنت بداو بزاف ديال الوسائل والادوات جداد كيبانوا للتواصل، من بينهم مواقع التواصل الاجتماعي. وبطبيعه الحال فاش كنقولوا مواقع التواصل الاجتماعي اول موقع كيجي على بالنا هو فيسبوك، حسن جدا، تحت إدارة الشاب مارك زوكربيرغ. ربما إلا رجعنا 15 عام للور، مارك زوكربيرغ ما كانش كيتوقع أن فيسبوك غيولي بالشكل اللي هو عليه دابا. بالضبط في 2004 وفي الغرفة ديالو بالحي الجامعي بجامعة هارفارد، مارك زوكربيرغ جاتو أول مرة الفكرة ديال أنه يكري واحد الموقع اللي غيربط ما بين الطلبة ديال الجامعة، وكنقول الطلبة ديال الجامعة فقط، وما كانش ديك الوقت الفيسبوك متاح للجميع. أول مرة غيتطلق الفيسبوك غيتطلق تحت اسم ذا فيسبوك بالضبط في 4 فبراير 2004. من بعد بطبيعة الحال حيدوا ليه التعريف وبقات فيسبوك اللي هي عليها دابا. كانوا بعض الادعاءات اللي كيقولوا بان الفكره في الاول ديال فيسبوك ما كانتش ديال مارك زوكربيرغ، وانما 3 ديال الطلبه اللي كانوا سابقينه في الجامعه انذاك، كان سميتهم كاميرون اند تايلر وينكلفوس وديفيا نوراندرا. هاد 3 ديال الطلبه طلبوا مارك يديفلوبي ليهم واحد الموقع كانوا غيسميوه هارفارد كونيكشن، واللي من بعد غتولي سميتو كونيكتيو. هاد الموقع هذا عنده نفس الفكره ديال فيسبوك، وبالتالي كيتهموا مارك بسرقه الفكره. بطبيعه الحال سواء مارك ولا فيسبوك كينفيو هاد الادعاءات تماما. بغض النظر واش هاد الادعاءات صحه ولا غلطه، مارك زوكربيرغ كان معروف بزاف ديك الوقت في جامعه هارفارد بانه صاحب افكار ومطور مواقع، بحيث انه ماشي اول موقع غيطورو هو فيسبوك، وانما طور بزاف ديال المواقع من قبل. كان اهمها سنه 2013 وبالضبط في شهر اكتوبر طلق واحد الموقع سماه فيس ماتش. مارك اكتسب شعبيه كبيره لجوج ديال الاسباب. الاولى انه كريا هذا الموقع اللي الفكره ديالو انه يحط جوج ديال التصاور ويخلي الطلبه الاخرين يصوتوا على الصوره الاكثر جاذبيه. السبب الثاني هو كيفيه عمل الموقع. مارك زوكربيرغ ما كانوش عنده التصاور ديال الطلبه، وانما كيجيبهم من السيرفر ديال الموقع ديال جامعه هارفارد، يعني الهاكينغ ودوك اللعيبات. التطور ديال فيسبوك داز بزاف ديال المحطات، وفي كل محطه كيزيدوا ميزه جديده. مثلا من 2004 حتى 2006 الفيسبوك كان حكر فقط على الطلبه والتلاميذ اللي كيقراو في الجامعات وفي المدارس. في اكتوبر 2006 مارك زوكربيرغ غيفتح الموقع في وجه جميع المستخدمين ديال العالم. يكفي فقط انك يكون عندك ايميل ويمكن لك تستعمل فيسبوك. في فبراير 2009 تزادت الميزه ديال لايف. في غشت 2011 حيدوا خدمه المراسله من التطبيق ولا من الموقع الاصلي، وداروا تطبيق خاص بالمراسله اللي هو تطبيق ميسنجر. في فبراير 2016 تزادوا اللعيبات ديال لي زيموجي، جادور انغري هاها دوك اللعيبات. في نفس السنه شهر ابريل فيسبوك تزادت ميزه زوينه بزاف اللي هي الميزه ديال لايف. بالاضافه لهادشي كامل فيسبوك في ابريل 2012 شرات انستغرام بقيمه كتبلغ مليار دولار. وفي فبراير 2014 شرات واتساب بقيمه كتبلغ 19.13 مليار دولار. هادشي كيخلينا نتسائلوا منين كتجيب فيسبوك هاد الفلوس كاملين. باش نعرفوا منين كتجي فيسبوك هاد الفلوس كاملين ما فيها باش نعطيو بعض الاحصاءات والارقام. في يونيو 2017 وصل عدد المستخدمين ديال فيسبوك 2 مليار مستخدم. حسب الاحصاءات ديال يوليوز 2018 كيتم تسجيل 2.5 مليار تسجيل كل شهر. الموقع ديال فيسبوك يعتبر ثالث اكثر موقع زياره من بعد جوجل ويوتيوب. 35% من الناس المستهدفين من الاعلانات السن ديالهم قل من 25 سنه، وركزوا على هذه النقطه بزاف ديال الاعلانات حيت غادي نرجعوا ليها. في يونيو 2018 تعتبر التطبيق ديال فيسبوك ميسنجر اكثر تطبيق تحميلا، من بعدو كاين فيسبوك ومن بعد واتساب، وفي المرتبه الخامسه كاين تطبيق انستغرام. 1.1 مليار مستخدم ديال فيسبوك يتكلموا باللغه الانجليزيه. في جميع انحاء العالم 1.47 مليار شخص كيتسجلوا يوميا في الفيسبوك. 88% من الناس اللي كيستعملوا فيسبوك كيستعملوه عن طريق الهاتف. وفيسبوك كذلك متوفره ب 114 لغه بما في ذلك اللغه الامازيغيه او التمازيغ. هادشي كامل كيشكل واحد الكتله بشريه مهمه للشركات والمعلنين، بحيث انهم يقدروا يسوقوا المنتوجات ديالهم او اللي يطوروا من البراند ديالهم. نورمالمون الاعلانات اللي كنشوفوا كيكونوا مبازين على المعلومات اللي كتجمع فيسبوك علينا. مثلا كتجي واحد الشركه اكس كتقول للفيسبوك انا بغيت ندير واحد الاعلان، بغيت نوصلوا للعيالات اللي السن ديالهم ما بين 15 عام حتى 30 عام واللي ساكنين قرابين من السطور ديالي ولا من المتجر ديالي. فيسبوك غادي يشد داك الاعلان. الا كنتي انت
مراه ولا بنت في عمرك 20 سنه مثلا وساكنه في المدينه اكس فاش كاينه هذاك، ولا في الحي اللي كاين فيه هذاك المتجر ديال ديك الشركه، دونك غادي اوتوماتيكمون غادي تشوفي الاعلان ديال هذيك الشركه. هذه خلاصه كيفاش كتم القضيه ديال الاعلانات. بطبيعه الحال فيسبوك كتقول بانها ما كتبيعش المعلومات ديالك، وانما كتبيع لاكسي اللي كنت، ولا بشكل ادق كتبيع لاكسي المنشورات اللي كتشوف نتايا. دونك داكشي اللي كتشوف انت هو اللي كتبيع للمعلنين، بحيث انه يقدروا يحطوا اعلان ديالهم في الفيل ديالك باش تقدر تشوف هذاك الاعلان. وبالمناسبه في اخر استطلاعات ديالها فيسبوك صرحت بان القيمه ديال الارباح ديالها في 3 شهور الاخرى بلغت 19.9 مليار دولار، يعني فلوس كثيره بزاف. واش كيخلينا نتسائلوا واش فيسبوك فعلا كتربح غير من الاعلانات، ولا كتبيع المعلومات ديالنا لجهات اخرى سواء كانت هاد الجهات حكوميه ولا شركات ربحيه؟ بطبيعه الحال فيسبوك كتنفي هادشي وكتقول بانها ما كتبيعش بتاتا المعلومات ديال المستخدمين ديالها. هاد القضيه بالضبط هي اللي غتخلي المدير التنفيذي ديال الفيسبوك مارك زوكربيرغ يحضر لجلسات استماع بالكونغرس في ابريل 2018 على خلفيه تسريب معلومات 87 مليون مستخدم، الاغلبيه ديالهم امريكيين. هاد المعلومات تسربوا لشركه كامبريدج اناليتيكا اللي هي شركه الاستشارات السياسيه، وكاين ادعاءات كتقول بان هاد المعلومات هادو تستخدموا في الحمله الانتخابيه ديال ترامب في 2016. دونك كاينه احتماليه كبيره واخا كتنفي فيسبوك هادشي ديال ان المعلومات ديال المستخدمين ديالها كيتباعوا لجهات مختلفه، لا سيما وان فيسبوك كتعرف علينا تقريبا كلشي. فيسبوك كتجمع جميع المعلومات المتعلقه بنا من انطلاقا من الايميل ديالنا، الحاله ديال الهاتف، الناس مكونيكتين. التقنيه فيسبوك كتعرف عليك كلشي. وفي هذا الاطار هذا غادي نتحدث على واحد التكنولوجيا جديده اللي زادها فيسبوك، نسيتها ما ذكرتهاش. من الميزات اللي تزاد فيسبوك هو تقنيه التعرف على الوجه اللي استعملت اول مره في 2012، وفي 2014 طورت فيسبوك واحد التقنيه اللي سماتها ديب فيس، اللي الدقه ديالها ديال التعرف على الوجه هي 97.25% مقارنه ب 85% اللي كاينه عند الاف بي اي. بطبيعه الحال كتسالوا علاش الدقه ديال الخوارزميه كتخدم بها فيسبوك اكثر من الدقه ديال الخوارزميه اللي كتخدم بها الاف بي اي. السبب راجع لانه فيسبوك كتملك واحد الباز دوني كبيره بزاف اللي قدر هذه التقنيه هذه تدرب عليها مقارنه بالباز دوني اللي كاينه عند الاف بي اي. هنا غادي نشير لواحد النقطه، هو انه مؤخرا كانت واحد الهاشتاغ انتشر، واحد الهاشتاغ اللي سميتو 10 years challenge. بزاف ديال الناس كيحطوا تصويرتهم 10 سنين قبل وتصويرتهم في الوقت الحالي وكيقارنوا بالتغييرات اللي وقعوا. دونك بزاف ديال الناس شافوا على اساس انها جاست فاني، شي حاجه ممتعه، لكن كاينين تحليلات كتقول بان فيسبوك اصطنعت بشكل متعمد هاد الهاشتاغ هذا باش تقدر تجمع معلومات اكثر، باش تقدر تطور الخوارزميه التعرف على الوجه. علاش؟ حيت الا قدرنا نعرفوا التغييرات اللي وقعوا على الوجه من 10 سنين قبل لدابا، غادي نقدروا نتوقعوا التغييرات اللي غادي يوقعوا من دابا ل 10 سنين. دونك هذه واحد التقنيه اللي تقدر تستعمل في بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال المجالات. المعلومات اللي كنخليو في فيسبوك ولا البصمه ديالنا في فيسبوك ما كيتستعملوش فقط غير في داخل فيسبوك، وانما يقدروا يستعملوا في بزاف ديال المجالات اخرين. 2015 باحثين في جامعه ستانفورد وكامبريدج طوروا واحد الخوارزميه اللي كتعتمد على عدد لايكات اللي كيديروها المستخدمين في فيسبوك باش تحدد لنا لي كاركتير ديال هذوك المستخدمين. الفكره كانت انه غيعطيو استمارات للمستخدمين يعمروا فيهم لي كاركتير ديالهم، وفي نفس الوقت غادي يعطيو استمارات خاوين للعائلات والاصدقاء ديال هذوك المستخدمين باش يقدروا يقارنوا النتائج ديال هذيك الخوارزميه مع النتائج ديال الاصدقاء والعائلات ديال هذوك المستخدمين. النتائج كانت مبهره بزاف بزاف بزاف، بحيث ان هذه الخوارزميه انطلاقا من 10 لايك فقط كتعرفك اكثر من واحد خدام معاك، انطلاقا من 70 لايك كتعرفك اكثر من واحد ساكن معاك في البيت ولا كاري معاك في البيت، انطلاقا من 150 لايك كتعرفك اكثر من امك. تخيل معايا امك اللي مساكن معاها 50% من الجينات، هاد الخوارزميه كتعرف اكثر منها انطلاقا من 150 لايك. والواعره بزاف 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 هو انه انطلاقا من 300 لايك هاد الخوارزميه كتعرفك اكثر من الزوجه ديالك، يعني شي حاجه اللي فريمون بزاف بزاف. وتخيلوا معايا شحال من لايك ولا شحال من 300 لايك كنديروا ولا درنا في حياتنا كامله الفيسبوكيه. هاد التكنولوجيا كما عندها ايجابيات يقدر يكون عندها سلبيات كذلك، داكشي علاش خصنا نهتموا بزاف 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 بلي دوني اللي كنبارطاجيو سواء في مواقع التواصل الاجتماعي ولا في الانترنت بصفه عامه.
بالنسبه للفيسبوك نقدروا نتحكموا في لي دوني ولا الداتا اللي كيشوفوا الناس علينا. نقدروا كذلك نتحكموا في الاعلانات اللي حنا كنشوفوهم. الطريقه سهله جدا. بالنسبه للاعلانات كنمشيو للسيتينغز، كنمشيو للبرايفسي، من بعد كنمشيو للريفيو اد ريفيرنسز. تما غادي نلقاو بزاف ديال لي دوني اللي اباز ديالهم الاعلانات كيبانوا عندنا، واللي من بين الاهم ديالهم الانتريست. هاد الانتريست هادو نقدروا نبدلوهم باش نتحكموا في الاعلانات اللي كيبانوا عندنا في الفيسبوك ديالنا. هادشي اللي كاين. كنتمنى نكون استفدتوا من هذه الحلقه هذه. ما تنساوش خليو لنا الملاحظات ديالكم والاقتراحات ديالكم للحلقات الجايين. ما تنساوش كذلك تخليو لنا واحد سبسكرايب وبارطاجيو الفيديو. بارطاجيو. شكرا بزاف. يلا نتلاقاو الحلقه الجايه مع موضوع اخر. تهلاو.